حقتي غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم نسوي بسكوت النشادر. كل اللي نحتاج بالبسكوت هذا كيلو دقيق، بيكنج باودر، نشادر، فانيليا، صدق الفانيليا وحبة ملح. طبعا اليوم البسكوت برعاية خالتي طبعا جات من السودان وحتسوي لنا بسكوت النشادر. ويلا، وزيت، هذا تقريبا كوباية كاملة، خلاص. يعني باقي من الكوباية أقل من الربع الوعاء. وحليب سائل، لازم يكون سائل صح؟ سائل معناه؟ لا، إذا ما في سائل أو بودرة يحطوا فيه موية. كاسة كاملة. نشادر ملعقة كبيرة، 3/4 ملعقة من البيكنج باودر، ملعقة من الفانيليا، موية، ربع كاسة سكر، وهذا الملح طبعا رشة ملح. تقوي. ايش نزيد؟ كده كوب حبة كده زيت وحبة لبن كده، كوب حبة لبن، حبة بس تحت، ما يبقى لي موية. طبعا عشان الدقيق صار لبن. زدنا حليب وحبة زيت. حليب وزيت. هم يقولوا للحليب لبن. نايم. لا عربي سوداني. احنا نقول له حليب. حطينا ربع كاس سكر، إذا حابين يصير مرة حالي تزيدوا السكر، إذا ما حابين خلاص. يعني كم 3 كيلو فكب 3 معالق نشادر، أي كيلو معلقة، وباكنج بودر أي كيلو معلقة، والنشادر أي كيلو معلقة، يعني كم 3 كيلو. الفانيليا معلقة. ندير تكب بيت زي 5 كده، 5 حبات زيت. 5 حبات هنا قصدي بيض. 5 حبات بيض مع كيلو واحد. لا ما كيلو واحد، ما زي 3 كيلو كده. 5 ولا 6. ايوه، يعني تقريبا كل كيلو 2 بيضين. شوفوا هذا هو القوام المطلوب لينا. بس نخليه تقريبا من ربع ساعة ل45 دقيقة تقريبا، نخليه يرتاح وبعدين لازم ندهن يدنا بالزيت. نحطه مستقيم. ما تسحبه، هو بنفسه بيطلع. هاي برا وبيطلع وبعدين تقطع كده على فوق. هذا صغير. قلتي ما قاعدين تسووا أول مرة. ما تخليه يتلمع بس من ما يغمرس، خلي بس بفوق. هذه هي الكمية كلها ما شاء الله. شوفوا
عاد هذا الباقي اللي ما قدرنا نشكله، بس كذا. دحين أنا ولعت النار والفرن حار، ندخله دحين على الفرن. طبعا دحين بس شغلت من تحت، كيف استوى من تحت. دحين بس أقلبه عشان يستوي هنا قدام. شوفوا كيف البسكوت اللي ورا واضح انها استوت من تحت، باقي اللي قدام هذول دحين اقلبهم والفهم يستووا من تحت. اولع من فوق شمعة، اوقف عليه كمان، ريحته جنان، بس المشكلة اني صايمة. شوف كيف شكله، يا سلام ما شاء الله، والله احس اني مرة مبسوطة. أول حاجة جوبة طلعته من الفرن. هذا اللون اللي في الطرف ده مرة خوفني، خلاني أطلعه، وكنت أحسبه انحرق، هو باقي ما انحرق. هنا قمر. أوه.